العالمين. اللهم صل صلاة ذاتك على حضرة صفاتك الجامع لكل الكمال، من اتصف بصفات الجلال والجمال، من تنزه عن المخلوقين في المثال، ينبوع المعارف الربانية وحيطة الأسرار الإلهية، غاية منتهى السائلين ودليل كل حائر من السالكين، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ووراثه ونوابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم اجز سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، اللهم اجز مشايخنا ما أنت أهله، اللهم افتح لنا بسيدنا محمد ما أغلق علينا، اللهم افتح لنا فتحا وأنت خير الفاتحين. ما زلنا مع مجالس كتاب غاية التشرف في شرح قصيدة كنز التصوف، والقصيدة لشيخنا العارف بالله الشيخ محي الدين الحلاب رضي الله عنه وأرضاه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. ونحن اليوم مع المجلس السابع من مجالس هذا الكتاب المبارك، وما زال الكلام مستمرا في شرح الشطر الأول من هذه القصيدة التي بدأها بقوله ليس التصوف جمع المال والذهب. وحتى نصل اللاحق بالسابق قلنا أن الشيخ رضي الله عنه أشار إلى عدة مقامات بهذا القول ليس التصوف جمع المال والذهب. المقام الأول أشار إلى مقام الزهد، فالزهد في الدنيا والزهد فيما سوى الله سبحانه وتعالى هو علامة السائرين الصادقين الذين يريدون أن يصلوا إلى الله سبحانه وتعالى. أن تدعي السلوك وإرادة الوصول إلى حضرات القرب والرضا والمحبة والأنس واللطف، وقلبي معلق في الدنيا، قلبي معلق بما سوى الله سبحانه وتعالى، فهذا كذب. إذن أشار بالمقام الأول إلى مقام الزهد وفصلنا القول فيه. أشار إلى مقام آخر في قوله ليس التصوف جمع المال والذهب، أشار إلى مقام الجود والكرم. فالكريم حبيب الله لأنه اتصف وتخلق بصفة من صفات الحق عز وجل، فالله سبحانه وتعالى هو الكريم الجواد. وحذرنا في نفس الشطر من صفة البخل، فالبخل من صفاته ومن أخلاق الشيطان. الله سبحانه وتعالى كريم يحب الكرم، النبي صلى الله عليه وسلم كريم يحب الكريم. الكريم حبيب الله، لما؟ لأنه اتصف بصفة وتخلق بخلق من أخلاق الحق ومن صفات الحق عز وجل. أيضا أشار إلى مقام ثالث، وهو عدم النظر إلى زينة الحياة الدنيا أو إلى ما في أيدي الناس، لما قال ليس التصوف جمع المال والذهب، لأن وجد في زمانه وفي زماننا من يدعي السلوك ويدعي التصوف ويلبس المرقعات ويعتمد في طعامه وفي شرابه وفي عيشته على الصدقات وعلى ما في أيدي الناس، وهذا لا يصل إلى الله سبحانه وتعالى أبدا. لما؟ لأن لديه ضعف يقين. لو كان لديه يقين كامل بأن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق ما مد يده للناس. والحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم يقول اليد العليا خير من اليد السفلى، فيجب أن يكون كريما هذه اليد العليا. أما اليد السفلى أن يشحذ ويطلب من الناس، فهذا ليس لديه إرادة وليس لديه فتوة. إذن انظر كم مقام في قوله ليس التصوف جمع المال والذهب. أيضا أشار إلى المقام الرابع، وهو الذين يدعون التصوف ويدعون المشيخة ويدعون التربية ويبدأون بجمع المال من السالكين ومن المريدين ومن طلاب العلم. هذا ليس لهم في الطريق شيء. يعني أشار هنا إلى أخلاق السالكين وإلى أخلاق المشايخ. الشيخ يجب أن يعطي ولا يأخذ الشيخ، وهكذا كان حاله هو رضي الله عنه. تكلمنا في المجلس السابق أن الشيخ محي الدين الحلاب رضي الله عنه ووصل إلى درجة المشيخة والولاية، وكان لديه
من السالكين والمريدين في العراق وفي الشام وفي خارج العراق وفي تركيا، كان رضي الله عنه ينفق على الجميع ويعطي ولا يأخذ. هذا هو وراثة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت تأتيه الأموال من الصحابة من القبائل يأخذها، لكن لا يأخذها لنفسه، يأخذها ليتصدق بها أو ليعين بها، وهو ينفق من نصيبه من الخمس ومما أفاء الله سبحانه وتعالى له. حتى كان صلى الله عليه وسلم يمر عليهم الشهر والشهران لا يوجد في بيته طعام إلا الخبز والتمر، إلا الخبز والماء. إذن هذا هو التصوف. التصوف ليس التصوف هو التخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا أشرنا أيضا في المجلس السابق، هو لا يريد أن تترك زينة الحياة الدنيا بالكامل وتموت جوعا، لا، هو لا يريد هذا. هو يريد أن يطهر القلب من التعلق بالسوى. يعني أنت ملكك الله الدنيا، رزقك الله سبحانه وتعالى الأموال، لا بأس في ذلك، لكن اجعل المال في يدك ولا تجعله في قلبك، لأن القلب بيت الرب، يجب أن لا يكون فيه إلا الواحد الأحد جل جلاله وعم نواله. إذا وضعته في يدك صار مطية تصل من خلاله إلى الله سبحانه وتعالى. فمثلا سيدنا عثمان كان من أغنياء الصحابة، سيدنا عبد الرحمن بن عوف كان من أغنياء الصحابة، لكنه كان ينفقون إنفاق من لا يخشى الفقر، والله سبحانه وتعالى كلما أنفقوا كلما أنفق عليهم وكلما بارك بهم. حتى تصحح المفاهيم، حتى لا تعتقد لما نتكلم هذا الكلام نحن نطلب منك أن تترك الدنيا وتموت وتعيش فقيرا وتموت فقيرا، لا، المهم أن يسلم القلب من التعلق بما سوى الله سبحانه وتعالى. وصلنا إلى قوله في شرحنا: فإن التصوف تبرؤ من التعلق لا تبرؤ من العمل. وهذا الذي قلناه، أن تأخذ بالأسباب وتعتمد على المسبب، تعمل لكسب لقمة العيش، لكن اعتمادك بأن الله هو الرزاق، وهكذا. لأن الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ يقول: فإذا قضيتم الصلاة إيش؟ فانتشروا. يعني أنت لما تقضي الصلاة تقضي حق الله سبحانه وتعالى بالعبادة، لا تجلس تستجدي الناس، لا، فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. هو الذي ربنا يحثنا على العمل بعد أداء حقوق الحق، يحثنا على العمل حتى نأكل مما كسبت أيدينا. وهذا هو الصوفي. الصوفي يأكل مما كسبت يداه ولا يستجدي الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أمسى كالا من عمل يده أمسى مغفورا له. أي عبادة هذه؟ أي عبادة أفضل من أن تعمل وتطعم نفسك وزوجك وأولادك من مالك من تعبك؟ طيب، فإن التصوف تبرؤ من التعلق لا تبرؤ من العمل، وزهد فيما سوى الله لا زهد في نعم الله. هذا الذي قلناه قبل قليل. أنت تزهد فيما سوى الله تخرجهم من قلبك، أما إذا رزقك الله سبحانه وتعالى المال والدنيا اجعلها في يدك ولا تزهد فيها، استخدمها في طاعة مولاك. لذلك ماذا قال الله لما وصف الأكابر من هذه الأمة؟ قال: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. يعني هو يعمل بالتجارة، يعمل بالبيع والشراء، لكن إذا ما حضر وقت الصلاة اتجه إلى المسجد، صلى وأكمل أذكاره وعاد إلى تجارته. إذن هذا الله في قلبه وعمله وتجارته في يده، هذا سليم. ثم: وصدق مع الله لا رياء مع الناس بين الناس، فمن جعل الدنيا غايته سقط من عين الحقيقة، ومن جعلها وسيلة إلى مولاه رفع في مراتب المعرفة. لمن؟ أولا الله يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا إيش؟ إذن الغاية هي أن تتعرف على مولاك، ويبدأ التعرف
يبدأ طريق التعرف على الله سبحانه وتعالى من لحظة إدراكك، من لحظة معرفتك بالله سبحانه وتعالى. يعني نستطيع من الأولياء من عرف ربه وعمره 7 سنوات، ومنهم من بدأ في عمر البلوغ. أنت يجب أن تتعرف على الله يوما بعد يوم. يعني وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني الله يقول لنا يجب أن لا تمر علينا لحظة أو دقيقة أو ساعة إلا ونحن نسعى حتى نتعرف على مولانا. وأنتم ما شاء الله كلكم طلاب علم، وطريق العلم هو أفضل الطرق للتعرف على الله سبحانه وتعالى. لكن يجب أن يصحب العلم إيش؟ العمل والإخلاص. تطلب العلم، تقرأ، لكن أطلبه لوجه الله، أقرأ لوجه الله، وأحاول أن أعمل بما أعلم. لأن مثلا سيدنا عبد الله بن مسعود ماذا يقول؟ يقول كان الرجل منا يتعلم 10 آيات ولا يغادرها إلى غيرها حتى يعمل بها. يعني يجي مثلا على أول 10 آيات من البقرة، حفظ هذه الآيات، نظره هل فيها أوامر، هل فيها نواهي، هل فيها أخلاق، يحاول أن يتحقق بها ثم ينتقل إلى التي بعدها. هذا من يحفظ ويعمل ويتفكر أفضل من الذي يحفظ القرآن ولا يعمل به. رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. هناك من يقرأ القرآن ويحفظ القرآن لا يعمل بالقرآن ولا يطبق القرآن. إيش الفائدة؟ لا فائدة. إذن هذه الدنيا نشبهها بالقنطرة، بالجسر، بالكوبري. العاقل يمر بها ويمر من خلالها حتى يصل إلى غايته. ما الغاية؟ الوصول إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يتخذها موطنا. أما غير العاقل سيتخذ من هذه القنطرة أو هذا الجسر أو هذا الكوبري موطنا. يعني الآن لو رأيت إنسانا جاء وبنى بيتا على الجسر، كل الناس سيقولون هذا مجنون. لما؟ لأن هذا الكوبري وضع حتى ينتقل الناس من هذا الجانب إلى الجانب الآخر. وهكذا الدنيا، نحن خلقنا الله سبحانه وتعالى أرواح، بعد ذلك أوجدنا في هذه الدنيا في عالم الأرواح. أنت كنت في عالم الأرواح، ولما الله سبحانه وتعالى قال ألست بربكم قالت الأرواح بلى. تمام؟ سيأتي الوقت الله يريد منك أن تصل إليه. كيف نصل يا ربنا؟ وضع لنا هذه الدنيا اللي هو الكوبري أو الجسر أو القنطرة، وجعل في بداية هذه الدنيا قبل الجسر جعل الأنبياء والكتب، وأرشدونا كيف نجتاز هذه الدنيا دون أن نسقط في النهر أو في البحر فنهلك، من خلال الكتاب والسنة. الذي يأخذ الكتاب والسنة سيسرع في سيره إلى الدنيا، ولا ينظر إلى الجسر، ولا ينظر إلى جمال البحر وإلى جمال النهر، بل ينظر إلى مولاه، وأن إلى ربك المنتهى، ففروا إلى الله. هذا سيجتاز، سيصل إلى الله، سيتعرف على مولاه. أما غير العاقل لما يصعد على الجسر أو القنطرة أو الكوبري سيقف وينظر إلى هذا الجسر وينظر إلى النهر. بعد ذلك إذا قامت القيامة سيكون من الخاسرين الهالكين. إذن الغاية أن نصل إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قلنا والشيخ محي الدين الحلاب رضي الله عنه من الذين تحققوا بمقام الكرم والجود، فهو فرع من شجرة أصلها في النور وساقها في الوراثة المحمدية. وقد نشأ في كنف والده الوارث المحمدي الشيخ محمد الحلاب رضي الله عنه، الذي كان مثالا للزهد والعطاء، إذ كان يملك المزارع والأراضي الكبيرة في سوريا. فلما عزم على السفر إلى العراق تجرد من كل ما يملك، فأعطى جميع ما يملك للفلاح، حتى إنه خلع ملابسه الثمينة وأعطاها للفلاح، ولبس ملابس الفلاح، ودخل إلى العراق متجردا متوكلا على الله تعالى، زهد فيما سوى الله عز وجل. وبعد عودته بسنين أراد الفلاح أن يرد ما كان من عطايا، فقال له الشيخ بعبارة لا تصدر إلا عن قلب شاهد الحقيقة، شاهد الحقيقة
نحن قوم إذا أعطينا لا نعود بعطيتنا، فكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر وراثة نبوية. هذه في هذا القصة وذكرناها لكم في المجلس السابق، تحدثنا عن كرم الشيخ محي الدين الحلام وكرم الشيخ محمد الحلاب وزهده. العبرة هنا في هذه القصة أن هذه الأحوال تؤخذ بالمصاحبة. الشيخ محي الدين الحلاب تعلم الزهد وتعلم الجود وتعلم الكرم وتحقق بهذه المقامات وربى مريديه على هذه المقامات من أين؟ من صحبته لوالده، من صحبته للشيخ العارف. لذلك الله ماذا يقول في القرآن؟ من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. إذن من يضلل الله سبحانه وتعالى لن تجد له الولي المرشد. طيب إذا أراد الله سبحانه وتعالى هداية إنسان سخر له الولي المرشد. هذه صحبة العارفين هي التي تجعلك تتحقق بالأخلاق والمقامات. أما أن تأتي وتقرأ في كتاب عن خلق مثلا الصدق والإحسان والكرم والجود والعفو، ما لم تصحب الذين تحققوا بها لن تستطيع أن تتخلق بها. لذلك الصحابة فازوا بما فازوا بصحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى يستطيع وهو القادر على كل شيء أن يرسل ملكا بكتاب ويقول للناس هذا كتاب من الله اقرأوه وتحققوا وتخلقوا بأخلاقه. لكن النفس البشرية تتأثر بالصحبة، تتأثر بالمجالسة، كما قالوا بالمجالسة تتحقق المجانسة. إيش يعني المجانسة؟ يعني ينتقل لك خلق من تجالسه. لذلك حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على مصاحبة الصادقين، على مصاحبة الصالحين، وشبهه بحامل المسك، لأن الإنسان يتأثر بقرينه. لذلك قال الشاعر لا تسأل عن المرء بل سل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. دائما نقتدي بأصحابنا. لذلك قال الحق عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إذا كنت مع الصادقين ستتحقق بمقام الصدق. هو طلب منك أن تتحقق بالتقوى، الخطاب للذين آمنوا، يا من تحققتم بمقام الإيمان اتقوا الله. طيب كيف أتحقق بالتقوى؟ كونوا مع الصادقين. إذن هنا الشيخ لما تحقق بهذه الأخلاق وبهذه الصفات وهذه المقامات ببركة صحبته وتربيته على يد والده رضي الله عنه وأرضاه، فالسلوك إلى الله سبحانه وتعالى لا بد فيه من شيخ عارف طبيب للقلوب يخرج من قلبك الصفات الذميمة والسيئة ويجعلك تتخلق بصفات القرآن والسنة. طيب، فهذا هو الكرم الذي لا ينضب والفضل الذي لا يزول، وهو انعكاس لصفات الله تعالى الكريم الجواد. هذا الذي قلناه قبل قليل، إن الله كريم يحب الكريم، إن الله عفو يحب العفو. لذلك هذه الصفات الله اتصف بها، والحبيب الأعظم أكمل من اتصف بها من الخلق أجمعين. فلا أكرم من رسول الله في الخلق، ولا أجود من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلق. فالذي يريد أن يصل يجب أن يتحقق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أدعي التصوف وأنا بخيل، هذا خلق من أخلاق الشيطان. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بخيلا، لكن الصوفي كريم عفو مخلص محسن وهكذا، حيث يفيض العطاء بلا حدود متوكلا على الله تعالى محلقا في سماوات القرب. انظر هنا نربط بين مقام الزهد ومقام التوكل. كيف؟ إذا كنت متوكلا على الله سبحانه وتعالى حق التوكل، وتعلم أن الله سبحانه وتعالى سيرزقك، ستنفق، ستزهد، ستجود، ستكرم، ستعطي. لما؟ لأن لديك توكل، ما أعطيته الآن سيعطيني الحق عز وجل أكثر منه 10 مرات كما ثبت في القرآن والسنة.
مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل سنبلة. إذن هذا المثل القرآني الله سبحانه وتعالى يضاعف لك بالعطاء مجرد أن تعطي. يا عبدي أنفق عليك. فهنا يرتبط مقام التوكل بمقام الزهد، وأيضا يرتبط بمقام الصدق. من كان صادقا مع الله سبحانه وتعالى سينفق. انظر، المقامات يكمل وترتبط بعضها ببعض، وهذا هو جوهر التصوف الحق. لما قلنا هذا جوهر التصوف الحق؟ لأن التصوف الحق يعني أنا لا ألبس الملابس القديمة وأدعي الزهد، لا أتكلم بالتصوف ويجب أن نكون زاهدين وقلبي معلق بالدنيا وبأموال الخلق. التصوف الحق قول وفعل، يجب أن تفعل، وهذا هو جوهر التصوف الحق، إذ لا يجتمع في قلب واحد عشق الدنيا وحب الله تعالى. كيف يجتمع حب الله سبحانه وتعالى مع النجاسة، مع الجيفة؟ النبي صلى الله عليه وسلم شبه هذه الدنيا بالجيفة. طيب كيف أجمع العشق الإلهي الذي هو أعلى ما يريد الإنسان أن يصل إلى مرتبة العشق الإلهي وحب الله سبحانه وتعالى وبين الجيفة؟ فلا يجتمع في قلب الإنسان حب الله وحب الدنيا أبدا، إما حب الدنيا أو حب الله. فمتى غلفت الدنيا القلب بظلام تعلقها حجبت عنه أنوار الحقيقة. والحجاب هو كل ما يمنع من الإقبال على الله سبحانه وتعالى، والحجاب هو كل ما يمنع من دخول أنوار الحق عز وجل إلى القلب، والحجاب هو كل ما يمنع العلوم والمعارف الربانية التي تدخل على القلب. هذا الحجاب إيش هو؟ حب الدنيا. إذا أزلت حب الدنيا من قلبك رفع الحجاب، ستشهد النور الإلهي، ستشهد العلم الإلهي، واتقوا الله ويعلمكم الله. طيب كيف أتقي الله وأنا أحب الدنيا؟ إذن التقوى الحقيقية أن تخرج الدنيا من قلبك. وحرم صاحبها لذة القرب الإلهي. إيش لذة القرب الإلهي؟ لذة الشهود، أن تعبد الله كأنك تراه، لذة الحب يحبهم ويحبونه، لذة الأنس بالله تعالى، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، لذة القرب من الله سبحانه وتعالى في السجود وفي الذكر. من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه. هذه اللذة لن تشهدها إلا إذا أخرجت الدنيا من قلبك. طيب، لذا قال إمام العارفين الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه: خلق وخالق لا يجتمعان، يعني في القلب. الله ماذا قال؟ ففروا إلى الله، يعني إيش؟ فر من الخلق إلى الحق. فإذا لا يجتمعان، الخلق في صوب أو في جانب والله في جانب، يجب أن تفر من الخلق إلى الحق. والله سبحانه وتعالى قال ففروا إلى الله. إذن خلق وخالق لا يجتمعان، أي في القلب. دنيا وآخرة في القلب لا يجتمعان، ودليله قول الله تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إذن انظر، دنيا وآخرة لا يجتمعان، إما دنيا وإما آخرة. قال لا يتصور، لا يصح، لا يجيء منه شيء. أما الخلق وأما الخالق، إما الدنيا وإما الآخرة. وقد يتصور أن يكون الخلق في ظاهرك والخالق في باطنك، والدنيا في يدك والآخرة في قلبك. نعم، هذا قد يتصور. يعني إيش؟ يعني كسيدنا عثمان بن عفان، الدنيا في يده، كان من أغنياء الصحابة، والله في قلبه. الدنيا في يده والآخرة وذكر الموت في قلبه. هذا قد يتصور. هذا الذي قلناه قبل قليل في قوله تعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. هو نعم يعمل بالتجارة، يعمل بالبيع، يعمل بالتدريس، يعمل بالوظيفة، لكن الله في قلبه، والآخرة أمام ناظريه، ينظر بأن الآخرة أقرب إليه من حبل الوريد. لحظة سيموت سيدخل الآخرة. أما في القلب فلا يجتمعان. لما؟ لأن القلب
هو محل التجلي الأعظم، ولا يتجلى الله سبحانه وتعالى إلا على القلب السليم، السليم من الدنيا، السليم من السوى. ثم قال انظر لنفسك واختر لها، هذا هو الميزان. كل منا الآن يستطيع أن يزن نفسه بهذا الميزان. من هو الذي في قلبك؟ الله أم الخلق؟ الدنيا أم الآخرة؟ كل منا يعرف نفسه. قال انظر لنفسك واختر لها، فإن أردت الدنيا فأخرج الآخرة من قلبك. إذا كنت من عباد الدنيا تعس عبد الدينار وتعس عبد الدرهم، إذن خلاص لا تنظر إلى الآخرة. وإذا أردت الآخرة، أنت تشهد أنك ستقف بين يدي مولاك وستحاسب وستعاتب. إذا أردت الجنة، إذا أردت الفوز بالجنة، فأخرج الدنيا من قلبك. ثم ماذا قال؟ وإن أردت المولى فأخرج الدنيا والآخرة وما سواهما من قلبك. هنا كأنه يقسم رضي الله عنه الخلق إلى 3 أقسام. مريد الدنيا هذا تعس عبد الدينار، ليس له إلا الدنيا والنار مثواه. ومريد الآخرة الذي يريد الجنة والنعيم في الجنة، هذا يخرج الآخرة يخرج الدنيا من قلبه وسيفوز بالجنة. وهناك قسم أعلى، وهذا الذي عليه أهل السلوك، أن تكون مريدا لله سبحانه وتعالى، أن تكون مريدا. لذلك الله لم يقل وأن إلى الجنة المنتهى، وأن إلى ربك المنتهى. أما إذا أعطاني الجنة ونعمني بالجنة فهذا من كرمه ومن فضله. يعني كأنك الآن تذهب تستدعى إلى الملك، يقال لك تعال يا فلان أو تعالي يا فلانة لتستلمي الهدية من الملك. من ذهب أو من ذهبت ودخلت إلى القصر وانشغلت بالقصر وتنظر إلى الهدية، تريد أن تأخذ الهدية ولم تنظر إلى الملك ولم ينظر إلى الملك، سيعطيها الملك الهدية أو سيعطيك الهدية، بعد ذلك ستنشغل بالهدية. أما من جاء يريد المهدي جل جلاله وعم نواله، يريد المعطي، يريد الملك، فهذا والله سيعطيه الملك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، لأنه لم يلتفت إلى الهدية وإلى العطية، بل التفت إلى الله، وأن إلى ربك المنتهى. النبي صلى الله عليه وسلم هذا حاله. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب الجنة لما قام الليل حتى تفطرت قدماه الشريفتان. أساسا هو مالك الجنة، بيده مفتاح الجنة، وأول من يدخل الجنة، ويترقى المسلمون في الجنة ببركة أنواره صلى الله عليه وسلم. كان يستطيع أن ينام بعد صلاة العشاء أو يصلي ركعتين أو 3 بعد صلاة العشاء وينام، لكنه كان يقوم حتى تتفطر قدماه. لما سألته السيدة عائشة قالت يعني أنت غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا. هكذا يجب أن يكون السالك، يعبد حبا، يعبد شكرا، يعبد قربا، ولا يعبد من أجل العطية. قال فمن أراد وإذا كنت تريد المولى فأخرج الدنيا والآخرة وما سواهما من قلبك. لما؟ قال لأن ما دام في قلبك ذرة مما سوى الحق عز وجل لا ترى قربه عندك ولا يتحقق لك الأنس والسكون إليه. ما دام في قلبك ذرة من الدنيا لا ترى الآخرة بين يديك، وما دام في قلبك ذرة من الآخرة لا ترى تقريب الحق عز وجل. كن عاقلا لا تأتي إلى بابه إلا بأقدام الصدق فإن الناقد بصير. ونضرب مثالا، لما يقول إن كان في قلبك ذرة من الدنيا أو ذرة من الآخرة لا ترى الحق عز وجل. أضرب مثالا حتى يتضح المقال. أنت هيأت البيت وجملت البيت ووضعت الكرسي والعرش في هذا البيت لاستقبال الملك، وكل منا لديه بيت وهو القلب،
يستقبل، يجب أن يهيئه لاستقبال تجليات الحق عز وجل. طيب، إذا جاء الملك محملا يحمل الهدايا والعطايا والأسرار والأنوار ووصل إلى بيتك ووجده ممتلئا بالأثاث والأغراض والناس، كيف سيدخل؟ لن يدخل ولن يعطيك الهدايا، لأنك ملأت البيت بالأثاث والأغراض وكل ما ترى شيء من ملذات الدنيا تدخله إلى هذا البيت. أنى سيدخل الملك؟ ليس له مكان للجلوس ولا للعطايا ولا الهدايا. أما إذا جاء الملك ووجد البيت فارغا مهيئا وفيه العرش الجميل، سيدخل الملك وسيستقر وسيدخل معه الهدايا. وهكذا حال القلب، إذا خلاه وإذا طهره السالك مما سوى الله سبحانه وتعالى ونظر إليه الحق عز وجل فوجده فارغا جميلا نظيفا مهيئا، تجلى عليه بالعطايا والأنوار والأسرار والفهوم والكرامات والقرب. أما إذا وجد الحق عز وجل القلب فيه الدنيا وفيه الطمع وفيه المال وفيه أنى له أن يتجلى في هذا القلب. فبين رضي الله عنه أن طريق القرب لا يسلك إلا بالتخلية قبل التحلية، وأن القلب لا يسع إلا محبوبا واحدا. لما نقول التخلية قبل التحلية، دائما ما نذكر التخلي قبل التحلي، التخلية قبل التحلية. هل هناك عليها دليل من القرآن؟ نعم، أجمل دليل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته، ثم ماذا قال؟ ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. إذن التزكية قبل التعليم، التزكية تطهير. بعد أن يتلو عليهم الآيات يقول لهم الله يقول هذا حلال هذا حرام، ابدأ بالتطبيق، طهر قلبك، اعمل، أطع الله سبحانه وتعالى، هذه تزكية. بعد ذلك ويعلمهم الكتاب والحكمة. بعد ذلك لما تأتي أسرار وأنوار ومعاني القرآن والسنة على القلب الذي تزكى سترسخ فيه وسيقبلها القلب وسيتنور وسيعطيها للناس. أما إذا جاءت أنوار وأسرار وفهوم وعلوم ومعاني القرآن والسنة فوجدت القلب نجس بحب الدنيا والتعلق فيها، تتركه وتذهب إلى غيره من القلوب. فبين أن طريق القرب لا يسلك إلا بالتخلية قبل التحلية، ثم ماذا قال؟ وأن القلب لا يسع إلا محبوبا واحدا. فمن أراد وجه الله وجب عليه أن يطهر قلبه من كل ما سواه، لأن الحق لا يتجلى إلا في قلب خلا مما عداه. هذه إن القلب لا يسع إلا محبوبا واحدا دليلها قول الله سبحانه وتعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، هو قلب واحد ويجب أن يكون لله. فأينما تكونوا فثم وجه الله، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، شطر الحق عز وجل تتوجه. ليس العبرة أن تتوجه إلى الكعبة، العبرة أن توجه القلب إلى الله سبحانه وتعالى حيثما كنت. قال رضي الله عنه: وليس حفظا من الأقوال في الكتب. انتقلنا إلى الشطر الثاني، يعني انظر، الشطر الأول ليس التصوف جمع المال والذهب، كتبنا فيه أكثر من 15 صفحة، ولو أردنا أن نطيل لأطلنا، لكن كتبنا على جهة الاختصار، اختصار المقامات واختزالها. طيب، هذا الأول ليس التصوف جمع المال والذهب. ثم ماذا قال؟ وليس حفظا، أي ليس التصوف حفظا، وليس حفظا من الأقوال في الكتب. وهذا البيت من أهم الأمور التي يجب أن يتحقق فيها السالك، وكأنه يشير إلى مرض هذا الزمان، بأن كثيرا منا حفظ كلام القوم وقرأ كتب القوم وحفظ أقوال الأولياء والصالحين،
ويجلس بين الناس. قال ابن عطاء، قال الشيخ عبد القادر الجيلاني، قال أبو الحسن الشاذلي، قال النقشبندي، قال وهو لم يتحقق بقول واحد من هذه الأقوال. إذن ماذا قال؟ وليس حفظا من الأقوال في الكتب. التصوف ليس قال وقيل، التصوف تحقق بالأحوال والأخلاق. هنا يكشف رضي الله عنه الغطاء عن حجاب وقع فيه كثير ممن ظنوا أن التصوف ألفاظ تردد وحكايات تحفظ. وهناك طبعا فرق بين علم اللسان، أن أحفظ المتون وأتكلم بها بلساني، وبين علم الجنان القلب. علم اللسان إن لم يتحقق به العمل ويتحقق به القلب سيكون حجة على صاحبه، وعالم بعلمه الذي تعلمه وقال به، وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن، بدليل الحديث الثلاثة الذين أول ما تسعر بهم النار. من الثلاثة عالم، قال يا رب تعلمت العلم وعلمته من أجلك، قال لا، ولكن ليقال وقد قيل خذوه إلى النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن هذا علم اللسان لا ينفع، لكن علم الجنان هو الذي ينفع، علم القلب. لذلك هنا يكشف رضي الله عنه الغطاء عن حجاب وقع فيه كثير ممن ظنوا أن التصوف ألفاظ تردد وحكايات تحفظ، فظنوا أنهم نالوا الحقيقة بمجرد سماع الأقوال، وغفلوا عن أن التصوف نار تشعل القلب وسر يجري في العروق، فلا يدركه إلا من تجرد لله تعالى وألقى عن روحه أثقال التعلقات. إيش يعني وغفلوا عن أن التصوف نار تشعل القلب؟ نار المجاهدات. التصوف أنت تطلب الصفاء فيجب أن تجاهد، تطلب الصفاء يجب أن تشرب الدواء المر حتى تعالج هذا القلب، يجب أن تصبر على الطاعات، تصبر عن الابتعاد عن المعاصي، هذا هو التصوف. وسر يجري في العروق فلا يدركه إلا من تجرد لله، قل الله ثم ذر ما سوى الله سبحانه وتعالى، وألقى عن روحه أثقال التعلقات. إذن هنا يشير إلى مقام عظيم نستطيع أن نقرب هذا المقام بمثل. المثل هو العسل. لو قرأت 1000 كتاب عن العسل وصفات العسل، ولو سمعت من 1000 شخص قد ذاق العسل وتكلم لك عن لذة العسل وصفات العسل وطعم العسل، لن تستطيع أن تعرف حقيقة العسل ما لم تتذوقه. وهذا هو التصوف. لو قرأت 1000 كتاب ولو سمعت من 1000 شيخ لا تستطيع أن تعرف حقيقة التصوف ما لم تسر في طريق الله سبحانه وتعالى وتتحقق بالقول والعمل والمجاهدة حتى تتذوق قول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. نحن كلنا نسجد في اليوم عشرات السجدات في الفرائض والسنن، هل تذوقنا القرب في سجدة من السجدات؟ إذا تذوقت فأنت سائر في طريق الحق، وإن لم تتذوق فراجع نفسك وابدأ في السير. هذا هو الذوق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، واسجد واقترب. طيب هل تذوقنا هذا القرب؟ كم مرة نسجد باليوم؟ عشرات السجدات. تذوقنا هذا المعنى؟ إذن من ذاق عرف، ومن عرف اغترف، لأن من عرف سيزداد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أكمل العارفين كان دائم السجود، وكان يطيل السجود لأنه ذاق وعرف، فبدأ يغترف ويتقرب حتى انتقل إلى الرفيق الأعلى. ليس التصوف ثوبا يرتدى، ولا حكاية تروى، ولا نظريات تتداول، بل هو سر يسري في القلب
يذيب الكدورات ويمحو ظلمة الأغيار، فلا يبقى في القلب إلا الله عز وجل، ولا تشرق في الروح إلا أنوار حضرته. ليس التصوف ثوب يرتدى. التصوف ليس في لبس المرقعات، ولا لبس زي طلاب العلم، أو لبس الطاقية، أو لباس أهل الزهد أو أهل العلم أو أهل الدين. لا، التصوف صفاء القلب. إذا صفى القلب أعطاه الله سبحانه وتعالى العلم اللدني أو العلم اللدني. وهناك قصة شهدتها وحكاها لي شخص مقرب جدا في العراق، يقول كان هناك شخصا أراد أن يدخل طريق التصوف، وقرأ الكتب وسمع حكايات الصالحين بأن التصوف زهد ومجاهدة، ويجب أن تمنع النفس من الطعام وتمنعها من النوم، ولا تلبس الثياب اللينة الجميلة، ويجب أن تزهد وهكذا. فماذا فعل هذا الرجل؟ لبس هذا اللباس وتحته لباس خشن جدا، وكأنه أراد أن يؤدب نفسه، لأنه قرأ هكذا في كتب القوم. وكان الجو حارا جدا في فصل الصيف في يوم من الأيام، وامتنع عن أكل اللحوم، ولا يأكل إلا وجبة في الصباح ووجبة في المساء، ويأكل خضار، يأكل خبز مع تمر. أراد ظن بأن الزهد هذا حقيقته. فذهب لزيارة الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه في بغداد، وهو في الزيارة صلى ودخل إلى المقام ليزور ويقرأ ما تيسر من القرآن في هذه الأثناء، وهو يشعر ويستشعر بأنه سائر على طريق الكمل من أهل الله سبحانه وتعالى، وأنه يلبس لباسا خشنا ولا يأكل إلا الخشن. في هذه الأثناء دخل رجل يرتدي بنطلون، يرتدي قميص، لباس عادي، فنظر إليه فاستصغره في قلبه. قال: إيش هذا اللبس؟ لابس بنطلون جينز، ولابس قميص، أو حالق حلاقة حديثة، وجاي يزور الشيخ عبد القادر الجيلاني. إيش هذا اللبس؟ فلما انتهى من الزيارة وخرج وهو في ساحة الحضرة القادرية، وإذا برجل يضرب على كتفه، فلما التفت وجده الرجل الذي استصغره في المقام، هذا اللي يلبس بنطلون جينز وقميص. فقال له: يا فلان، كاشفه باسمه مباشرة، قال له: يا فلان، انزع اللباس الخشن الذي تلبسه تحت الملابس، هذا لباس لا يعلمه أحد إلا الله سبحانه وتعالى. قال: واذهب لبيتك وكل اللحم، أفضل من أن تعتقد بنفسك الزهد وتستصغر خلق الله سبحانه وتعالى. هذا الرجل ظهر من أهل الكشف ومن أهل الله، لكنه متستر بهذا اللبس. فعاد هذا الرجل وتاب إلى الله سبحانه وتعالى، والتحق بشيخ من الصالحين حتى يعيد تربية نفسه. لذلك قلنا: ليس التصوف ثوبا يرتدى ولا حكاية تروى. نشهد في كثير من الزوايا يجلسون ينشغلون بقصص الصالحين، وقصص الصالحين مفيدة، كما يقول الجنيد البغدادي: هي سهام نورانية ترسل فتصيب القلوب فتردها إلى الله سبحانه وتعالى. لكن البعض فهم هذه الأمور فهما خاطئا، ابتعدوا عن تدريس القرآن في الزوايا، ابتعدوا عن شرح السنة في الزوايا، ابتعدوا عن تدريس الفقه في الزوايا، أن تعلم السالكين كيف يتوضؤون، كيف يصلون، كيف يصومون، وانشغلوا بقصص وكرامات الصالحين. ليس هذا التصوف، ليس هذا التصوف. ليس التصوف ثوبا يرتدى ولا حكاية تروى ولا نظريات تتداول، بل هو سر يسري في القلب
يذيب الكدورات ويمحو ظلمة الأغيار. لما؟ لأنه إذا تمكنت محبة الله سبحانه وتعالى ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم من قلب السالك أحرقت ظلمات وكدورات الأغيار، لأن محبة الله سبحانه وتعالى ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم نور خالص، فلا يبقى في القلب إلا الله عز وجل، أو فلا يبقى في القلب إلا الله عز وجل، ولا تشرق في الروح إلا أنوار حضرته. هذا اللي قال الله سبحانه وتعالى وعلمناه من لدنا علما. هذا العبد الصالح لما أخرج الدنيا وما فيها من قلبه، الله سبحانه وتعالى مدحه بالقرآن، فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. بعد أن زكى قلبه وطهر قلبه نسبه الله إليه، قال هذا عبدي، بل أرسل إليه رسولا من أولي العزم. فمن وقف عند حدود الأقوال حجب عن الأنوار، ومن ظن أن الطريق محفوظ في الكتب ولم يسر في مقاماتها بقي أسير الحرف غريبا عن المعنى، لم يشم رائحة القرب ولم يتذوق لذة الوصال. إذن من وقف عند الأقوال دون أن يتحقق بالأعمال والأحوال حجب عن الأنوار. ومثاله كسالك أتى إلى شيخ من الشيوخ وقال له: يا شيخ، أعطني سر الوصول إلى الله سبحانه وتعالى، كيف أصل إلى الله سبحانه وتعالى؟ ماذا فعل الشيخ؟ ملأ كأسا من الماء إلى نهايته وأعطاه للسالك، قال: أضف على هذا الكأس 4 معالق من العسل. قال السالك: كيف يا شيخ؟ ولا تجعل الماء يسقط من هذا الإناء. قال: لا أستطيع، لأن الكأس مملوء بالماء، فكيف أضع العسل؟ إن وضعت العسل سيتسرب الماء. فقال له الشيخ: وهكذا قلب السالك، إذا كان قلبك مليئا بالسوى كيف أعطيك سر الوصول إلى الله سبحانه وتعالى؟ أخرج السوى من قلبك، عند ذلك سيصب الله سبحانه وتعالى على قلبك أسرار الوصول. فمن وقف عند حدود الأقوال حجب عن الأنوار، ومن ظن أن الطريق محفوظ في الكتب ولم يسر في مقاماتها بقي أسير الحرف غريبا عن المعنى، لم يشم رائحة القرب ولم يتذوق لذة الوصال. فالتصوف علم الأذواق لا علم الأوراق، وسلوك في حضرة الحق لا محض رواية تقال. ماذا قال؟ فالتصوف علم الأذواق، وهذا مأخوذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: 3 من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أي ذاق حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وهذا التصوف. وأن لا يحب المرء إلا لله، وهذا التصوف. أن تكون محبتك معاملاتك كلها لله سبحانه وتعالى، وأن يكره أن يعود بالكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار، وهذا هو التصوف. أن لا تأتي الأعمال التي تؤدي بك إلى غضب الحق عز وجل. إذن فالتصوف علم الأذواق لا علم الأوراق، وسلوك في حضرة الحق لا محض رواية تقال. فمن لم يسلك دروب القرب لم يدرك أسرار التجلي. طيب إيش هي دروب القرب؟ كيف أتقرب؟ واسجد واقترب. ومن لم يسلك، يعني واحد لا يصلي ولا يقرأ القرآن ولا يصوم ويدعي أنه صوفي، هذا كذاب، هذا دجال. يدعي أنه قريب من الله سبحانه وتعالى، أنت كذاب. كثير من الناس من تسأله: لما لا تصلي؟ يقول لك: أنا لا أصلي لكني قريب من الله، أنا ما دعوته إلا أجابني، لكنني أحب الله. يا حبيبي، القرب يتحقق بالعمل. واسجد واقترب. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. أنت لن تستطيع أن تدرك أنوار تجليات القرب
ما لم تعمل بإخلاص. ومن لم يذق حلاوة الذكر لم يعرف حقيقته، ومن لم يعرف يعني حقيقة الذكر بقي محجوبا عن سر الكلمات. كل كلمة في القرآن لها معان عظيمة ولها أسرار. طيب إذا أنا لم أعمل ولا أصلي ولا أذكر الله سبحانه وتعالى ولم أتزكى ولم أتحقق بالأخلاق المحمدية، كيف سأدرك تلك المعاني؟ لذلك ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ومن لم يعرف أي حقيقة الذكر بقي محجوبا عن سر الكلمات، لم يفتح له باب الفهم العميق عن أهل الله المخلصين. سيدنا الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه جاءه طالب علم يريد أن يطلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإمام أحمد، فقال له الإمام أحمد في درس الفجر ستبدأ معي، اذهب الآن ونم في هذه الزاوية أو في هذه الغرفة، وبعد صلاة الفجر نبدأ بالدروس. فدخل الطالب إلى غرفته، فذهب الإمام أحمد وجاء بإبريق من الماء وضعه عند باب غرفة هذا الطالب. فلما أذن الفجر قام الإمام أحمد فنظر إلى إبريق الماء فإذا هو على حاله. ماذا عرف؟ أن الطالب لم يقم قبل صلاة الفجر ولم يتوضأ ولم يصلي لله سبحانه وتعالى ركعتين، صلى مع الإمام صلاة الفجر. فقال له الإمام اذهب إلى أهلك، اذهب إلى بيتك. قال لما يا إمام؟ قال كيف تطلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت لم تصلي لله سبحانه وتعالى ركعتين في جوف الليل؟ طيب إذا كان هذا في طلب الحديث فما بالك في طلب القرب من الله سبحانه وتعالى؟ ومن اكتفى بظواهر الأقوال دون أن يغوص في أعماقها كمن يحمل ماء في قربة في جرة مثقوبة لا يروى بها القلب ولا تنتعش به الروح. أنت عندك ماء في جرة، لكن الجرة مثقوبة وتسير تسير تسير والماء يتبدى. بعد ذلك أصابك العطش، أردت أن تشرب من هذا الماء من الجرة فإذا قد ذهب كل الماء. فهو يسمع ولا يشهد ويتكلم ولا يذوق، فيبقى على عتبة الطريق دون أن يدخل ساحته. إن من يتحدث بأقوال العارفين دون أن يتحقق بها كمن يدعي النور وهو في الظلمة. والله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ يقول يا أيها الذين آمنوا، الخطاب للذين آمنوا، لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يعني أن نسمع كلام الصالحين ونردد كلام الصالحين ونردد كلام النبي صلى الله عليه وسلم دون العمل، فهذا ضرب من أضراب النفاق والعياذ بالله. فالتصوف علم وعمل. إن من يتحدث بأقوال العارفين دون أن يتحقق بها نسأل الله السلامة كمن يدعي النور وهو في الظلمة، يلبس ثوب الصلاح وليس له منه إلا المظهر، فيغدو بين الناس صورة بلا روح وصوتا بلا سر وكلاما بلا نور. وسبحان الله، من في بعض الأحيان تسمع من شخص تجده يلبس أجمل ثياب الصالحين والعارفين من العمامة ولباس طلاب العلم، يتكلم قال الله وقال النبي وقال الشيخ عبد القادر الجيلاني وقال ابن عربي، ويروي القصص ولا يتأثر بكلامه أحد ولا يتأثر بكلامه مخلوق. إذن هذا افتقد إلى الصدق، هذا اكتسب علم اللسان دون علم الجنان. ومن الناس من تجده يلبس لباس عادي، قد يكون طبيب، قد يكون مهندس، قد يكون فلاح، إذا ما تكلم خشعت له القلوب وخضعت له الأرواح وتاب على يديه الخلق
هذا صدق مع الحق عز وجل، فصدقه الله سبحانه وتعالى وجعله مصدقا مسموعا من الناس. واعلم أن هذا التظاهر يلقي بظلال الشك على التصوف وأهله. هذا الذي حصل، تصدر من تحقق بالأقوال دون الأعمال والأحوال، فصار يجلب المسبة والشتيمة والكلام السيء على أهل التصوف. يعني هو يتكلم بالزهد وبالتصوف ويأكل الربا. راح يقولون الناس إيش؟ شوفوا انظروا إلى هذا الصوفي يتعامل بالربا، يتكلم قال الله وقال النبي وقال الأولياء وقال الصديق وقال الإمام علي رضي الله عن الجميع، وهو أكل ميراث أخته أو أخيه أو اغتصب أرضا. أي تصوف هذا؟ واعلم أن هذا التظاهر يلقي بظلال الشك على التصوف وأهله، فيعرض الطريق النقي للطعن، ويجعل كلمات الأولياء عرضة للاتهام، لأن من ينسب لنفسه مقاما لم يبلغه يشوه الطريق بدل أن ينير معالمه. والتصوف صدق في السير وصفاء في التحقق. صدق في السير، إذا صدقت في سيرك إلى الله سيرزقك الله سبحانه وتعالى الصفاء الذي تصل من خلاله إليه، بدلالة قول الله تعالى والذين اهتدوا، أي طلبوا الهداية، والذين اهتدوا الذين طلبوا الهداية زادهم هدى. أنت فقط اطلب سيعطيك الحق عز وجل وسيعينك. والتصوف صدق في السير وصفاء في التحقق، لا ألفاظ تردد ولا مظاهر تتخذ، فمن لم يكن له نصيب من الذوق الروحي فلا حظ له من الفهم الحقيقي، ومن لم يعش الحقيقة بقلوب منيرة فلا وزن لكلماته وإن ملأ بها الآفاق والأزمنة. إن من ينقل عن العارفين دون أن يفقه أسرارهم كمن يخلط الدواء بغير علم فيفسد الدواء ويضر الأبدان. هذا الذي يقول قال ابن عربي وقال الرفاعي وقال أبو يزيد البسطامي ولم يتحقق بأقوالهم وأسرار كلامهم، هذا كمن يأتي بالدواء ويضيف إليه السم ويعطيه للسالك، سيقتله وسيسيء إلى صاحب الكلام الأصلي، لأنه لا يفقه المعنى، هو لم يتذوق. هو قال هذا عسل، لما سئل عن كله عسل وحقيقة العسل لا يستطيع أن يجيب، لأنه لم يشرب العسل. كذلك من يتكلم عن التصوف بغير تحقق يفسد الطريق ويشوه معانيه، فيختلط الحق بالباطل ويضيع النور بين الضلال. فليحذر المرء أن يتكلم قبل أن يذوق أو يصف قبل أن يشهد، فإن الكلمة في حضرة الحقيقة أمانة، ومن قالها بغير علم فقد خان النور وضل عن المقصد الأسمى. فالتصوف الحقيقي قول وعمل، وقد ذم الله تعالى من تخلف عن ذلك وقال يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقول الشيخ رضي الله عنه وليس حفظا من الأقوال في الكتب مأخوذ من مشكاة النبوة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مررت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار، كلما قرضت عادت، فقلت يا جبريل من هؤلاء؟ قال خطباء أمتك يقولون ما لا يفعلون. اللهم إنا نعوذ بك أن نكون من هؤلاء. فمن اكتفى بجمع الأقوال والحكم دون أن يسلك طريق العمل فكأنه وقف عند الأبواب ولم يلج إلى الدار، وظل يحصي مفاتيح الحكمة دون أن يفتح بها بابا واحدا من أبواب القرب. يعني لديه أعطاه الملك 100 مفتاح ل100 باب، كل باب يدخلك إلى سر من أسرار الملك، إلى سر من أسرار القرآن. وانشغلت بحساب المفاتيح وبترتيب المفاتيح وبتقسيم المفاتيح دون أن تفتح أي باب، إيش الفائدة؟ فالتصوف بحر لا يدركه إلا من وقف على الشاطئ، بل من غاص في لجج المجاهدة وتطهر بماء الإخلاص وسلك سبيل الصدق في الطلب. والله ماذا يقول؟
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فمن لم يذق لم يعرف، ومن لم يعرف بقي محجوبا عن أنوار الحقيقة وإن حفظ كتب العارفين عن ظهر قلب. فالشيخ رضي الله عنه يحذر من حجاب المعرفة النظرية التي لا يصاحبها عمل ومجاهدة. إذن قد يسأل سائل: أيعقل أن يكون العلم حجاب؟ نعم، بل هو من أشد الحجب إن لم يفقهه السالك فقها حقيقيا. لأن الشيطان كان عالما، كان من أكثر الجن وأكثر أهل ذلك الزمان عبادة ومعرفة، لكنه حجب بعلمه. طيب، فالشيخ رضي الله عنه يحذر من حجاب المعرفة النظرية التي لا يصاحبها عمل ومجاهدة. إذن المعرفة الحقيقية التي يصاحبها عمل ومجاهدة، إذ أن حقيقة التصوف في تحقق القلب بمعاني النصوص حتى يصير العبد مرآة تعكس نور اليقين وحالة تنطق بالحقيقة قبل اللسان. فالتصوف لب لا ينال بالقشور، ونور لا يشرق إلا على قلوب خلت من حظوظ النفس وتطهرت من زخارف الدنيا، وصارت على درب المحبة والمراقبة، حتى صارت معراجا للأنوار ومحلا لتجلي الأسرار. إيش معنى هذا الكلام؟ التصوف لب لا ينال بالقشور، ونور لا يشرق إلا على قلوب خلت من حظوظ النفس. يعني كالذي يزرع شجرة بعد ذلك ينشغل بإزالة التراب عن هذه الشجرة وغسل هذه الشجرة من الأتربة وتنظيف الأوراق، دون أن يسقي الشجرة بالماء، ودون أن يزيل الحشائش الضارة عن هذه الشجرة، ودون أن يضع السماد على هذه الشجرة. هذه الشجرة لا تثمر، لن تثمر وستموت. وكلام الشيخ رضي الله عنه في لزوم الصمت وعدم ترديد كلام العارفين دون عمل وتحقق يوافق ما قاله سيدنا أبو مدين الغوث رضي الله عنه في قصيدته في السلوك، حيث قال: ولازم الصمت إلا أن سئلت فقل لا علم عندي وكن بالجهل مستترا. فالصمت هنا وقار القلب الذي تهيأ للمعرفة الحقة. لما؟ لأن الله يقول: إنما الصدقات للفقراء. إذا قلت لا أعرف لا يوجد عندي شيء، سيتصدق عليك بالعلم والمعرفة. فلا ينطق إلا بما أذن له من نور وحكمة، ويستر جهله ليحفظ كرامة الطريق وصونه. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهذا المعنى يتسق تماما مع وصية سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه في كتابه الفتح الرباني، إذ قال ناصحا للسالكين: يا غلام علمك يناديك. هذه يصلحوها للسالكين خطأ. يا غلام علمك يناديك، أنا حجة عليك إن لم يكن تعمل بي. وقال العارفون: سيهتف العمل بالعلم العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. أنت تعلمت، العلم سيطلب العمل. إن عملت بما علمت أورثك الله علم ما لم تعلم، وإن لم تعمل ذهب عنك العلم. فالعلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول: لا تزول، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل به. إذن ستسأل عن هذا العلم. فالعلم بلا عمل حجاب عن الحقيقة، وهو حجة على صاحبه يوم يسأل عن الأمانة، لأن العلم إن لم يتحول إلى حال وسلوك صار عبئا على الروح وحاجزا يحول دون مقام اليقين، بل سيصير سببا في دخولك النار والعياذ بالله، كما في حديث الثلاثة الذين أول ما يسحر فيهم النار يوم القيامة. ولقد حكي عن أبي يزيد البسطامي رضي الله عنه أنه كان يمشي في طريق ويمشي خلفه شخص، كلما رفع الشيخ قدمه وضع هذا الشخص قدمه في موضع قدمه، فالتفت إليه الشيخ
وقال: يا فلان لا تتبع المشايخ هكذا، يعني الاتباع الحقيقي لا أن تسير خلفي وكلما رفعت قدما وضعت قدمك، ليس هذا السير الحقيقي. قال: يا فلان لا تتبع المشايخ هكذا. فقال ذلك الشخص: أعطني فلقة فروتك، يريد قطعة من لباسه أتبرك بها، هو يطلب البركة. فرد الشيخ قائلا: فإن لبست جلد أبي يزيد، لو أعطيتك جلدي وليست الفروة لا ينفعك إن لم تعمل بأعماله، لا ينفعك إن لم تعمل بأعماله. فهذا القول النوراني ليس إنكارا على محبة الأولياء ولا تقليلا من شأن التبرك بآثارهم، وإنما هو توجيه إلى جوهر الطريق وتنبيه لطيف إلى أن البركة الحقيقية في الاتباع لا في الادعاء، وفي الاقتداء بالأحوال لا في جمع الآثار. والله ماذا يقول؟ أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى، القدوة بالهدي الذي صدر منهم. فالتصوف، والنبي والله يقول أيضا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فالتصوف ليس تقليد الأشكال، وإنما هو تخلق بالأخلاق وتحقق بالحقائق. ومن ظن أن القرب ينال بمجرد التقليد الظاهري فقد غفل عن أن الطريق إلى الله لا يقطع بالأقدام، وإنما تقطع بمجاهدة النفس وسير القلوب في مدارج الصدق والمحبة. فالطرق لا تفتح إلا بفناء السالك في المعنى، إذ لا ينفذ إلى لب الحقيقة من بقي أسير الصورة. وما لم يسر القلب حيث ساروا فلن تغنيك خطى القلب. والله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى من؟ إلى الله ورسوله. إيش يعني؟ كما هاجر الصحابة وكما هاجر السابقون. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم أدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وما لم يسر القلب حيث ساروا فلن تغنيك خطى القدم ولا تنفعك جلدة شيخ لم تلبس روح الإخلاص والصدق وتتجرد من حظوظ النفس. إن سر الطريق هو العمل، والعمل عند أهل الله عبودية مشهودة لا عادة موروثة، هو قيام على قدم الصدق وسير في خفاء عن الخلق ووصال بالحق عز وجل. وهنا لما قلنا والعمل عند أهل الله عبودية مشهودة نشير به إلى مقام أن تعبد الله كأنك تراه. فمن لم يعمل كعملهم، كعمل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وآل البيت والسادة الصوفية، لم يدرك مقامهم. سيدنا سلمان رضي الله عنه لما اقتدى بالخلق المحمدي ظاهرا وباطنا وعمل بما يعمل وبما عمل آل البيت، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: سلمان منا. آل البيت التحق بهم عملا وحسبا. فمن لم يعمل كعملهم لم يدرك مقامهم ولو لبس جلودهم أو سكن ديارهم، لأن العبرة ليست بالمكان ولا باللباس، وإنما بصدق الحال واتصال القلب بمولاه. وصلنا إلى قوله رضي الله عنه الشطر الثالث: ولا فتى قال يا إخوان كان أبي نتركه للمجلس القادم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحققنا بحقائق أهل القرب وبمقاماتهم مع كمال العافية، وأن يعصمنا ويحفظنا من الزلل ومن العجب ومن رؤية النفس ومن الاتكال على الأسباب، وأن يطهر قلوبنا مما سواه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.